الثالث ديسمبر من كل سنة تاريخ يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبهذه المناسبة الهامة شارك متعامل النقال أريدو في الحدث بتقديم معدات شبه طبية للأطفال ذوي الإعاقة، كراسي متحركة، أفرشة مائية وبعض المستلزمات التي تحتاجها هذه الفئة في حياتهم اليومية. إذن بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين المصادف ل 3 ديسمبر ارتأت أريدو أن تنظم هذا الحفل مع جمعية عمل وأمل لباب الواد للمعاقين حركيا، وبتقديم مساعدات تتمثل في كراسي متحركة، كراسي EMC موجهة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وكذلك بعض المستلزمات الأخرى مثل مطلة أونتيسكا. فتتمثل هذه المساعدات في هبة موجهة خاصة للأطفال اليتامى الذين يعانون من الإعاقة، وتدخل كذلك ضمن المساعدات التي قدمناها خلال شهر رمضان المعظم الماضي. رئيسة جمعية أمل وعمل أعربت عن شكرها وفرحتها بهذه المبادرة، معتبرة أن هذه الالتفاتة ستخفف نوعا ما من ظروف ذوي الهمم العالية الصعبة. تحت شعار كلنا عائلة واحدة من أجل ذوي الإعاقة، يعني موش احتفال، هو يوم par solidarité. مؤسسة أريدو أبت إلا أن تكون موجودة مع أشخاص ذوي الإعاقة لتكريمهم ببعض الأجهزة سيمبوليكمون، كرمنا بهم ذوي الإعاقة، فيها لي فوتاي رولون دو فيل، فوتاي EMC انفيرميتي موتري سيريبرال، فوتاي غاردروب، لي كان انجلاز، لي ماتلان اونتيسكار. هذه الأجهزة هي باهظة الثمن، ما يقدروش الهانديكابي كاع يقدروا يشريها افيك 10,000 دينار، دونك ميم افيك لاسيورونس وما يقدروش يجيبوا بها بيسك سي ترو شير هذا الماتيريال. دونك نشكر مؤسسة أريدو، هي مؤسسة يعني متضامنة وفيها المواطنة. تحت شعار كلنا عائلة واحدة ويدا بيد مع أريدو، تم إحياء هذه المبادرة الفريدة من نوعها بهدف تعزيز ودعم الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي.